دماغ جاي مع دماغ. فهو يقول قال لك لو دخل في الموضوع المشاعر والاحاسيس اللي احنا بنقول عليها اسمها الشهوات، يقف التوافق العقلي. يعني انا رايح النهارده هطالب باي واحده، اذا كانت زميلي في الكليه او بره الكليه او في اي حته او في صالون ولا في الشارع او في نادي او في اي حته. ارتياح نفسي، يعني ساعات كده احنا ساعات نشوف واحد في الاول مش عارف يعني مرتاح، خلي بالك ده هي الوحده الاولى. او واحد يشوف واحده مش مستحيلها، او واحد يشوف واحده مش طايقها، امور جدا، شعر اصفر عين خضراء، بق الليلي مش عارف يعني حاجه فظيعه بس مش عارف انا مفيش دي اللي هي ساعات بنسميها القبول. ترتيح نفسي. نمرة 2 وهي الاخطر، خلي بالكم من دي، التوافق العقلي. يعني دماغي جايه مع دماغها، يعني قاعد بتكلم معاها في موضوع مثلا ايه رايك مثلا في مرشح جمهوريه رئيس الجمهوريه ايه؟ والله يعني انا اعتقد ان شعبنا لو مسكها هتبقى زي الفل. لو انا بقيم واحده بهذا الاسلوب ولا شعبنا لا نخلي تومي يذاكر يعني تبقى واو شكرا. لو انا قلبي مشغول بيها جت المشاعر بس يعني نفسي ايه؟ ايه رايك في رئيس الجمهوريه كده؟ ايه ده شعبنا؟ لا شعبنا ده الفل والله. لو انا بقيمها بعقلي وانا يعني انا هقول المشاعر واحاسيس قلبي فيها ماسك فيها. لو انا بتكلم على ضوابط الشرع ما ينفعش حتى الخاطب ده من هذه النبوه انه يلبس خاطبته. هل الكلام ده موجود؟ انا شفته بعيني. دول متسامحين، دول متسامحين. خلوه كتير كده عايز يعني معين هيعضها ده يلبس كتير بس ده دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يوضع في رأس أحدكم بنخلة الحديد، حديث صحيح، خير من أن يمس المرأة لا تحبها. الحديث ده نزل بالخطر، يا خاطر ما ينفعش تلبس خطرتك في الموت. طب لو أنا قاعد كده وبكلمها، إيه رأيك بالنسبة للمرشح رئيس الجمهورية؟ قالت والله أعتقد إن من ضغط الفكر الفلسفي حسن شرف إسماعيل يتمحور حول نفس الفكر بالنسبة للدكتور محمد حسين العوا اللي بيتغوط نحو الفكرة الإسلامية للإصلاح. أنت عايز تسمع كلام الدكتور؟ أنا أعتقد هذا الموضوع يعني جامد قوي ولا عايزة موضوع كبر قوي يعني ده توافق عقلي دماغ مع دماغ. طيب لو الاثنين دول حصلوا خلي بالك انا بقيم الدماغ، لو الاثنين دول حصلوا حبيت اخش في مرحله ما بعد الخطوبه الا وهي مرحله كتب الكتاب. دي بقى ما فيهاش توافق عقلي خلاص، بقرر خلاص هتخش في مرحله يعني أنا مش عارف ليه يعني حاجة يعني شعور عمرك ما دقته. أول مرة تحط إيدك في بوزة تضغط حسنة تقول لك أنت بيح قوي تضغط حسنة وهيحصل عندك شعور غريب إن أنا كل ما أقول كلام دي هحس إن أنا ليه هدف. بس والله العظيم عمرك أنت قلت لي عادي يعني أنا هعمل إيه؟ يا مراتي يعني وساعتها عمرك ما هتحط إيدك عليها وأنت مش في الشارع. أي واحد ماشي مع بنت حاطط ايده عليها كده بيبقى ماشي معاها استحالة يكون متجوز. أو احتمال تاني هو لسه ساكن لسه ما خدش على الموضوع ده، لأن الزوج لو مش مع زوجته بيخاف عليها قوي فما عندوش ساعات حد يوصلها يحط ايده كده مش عارف ايه يقضيها كلام في الشارع. لما يحط ايده عليها نشوف مناظر قاتلة دي من فوق وهي ماسكه وسطه مش عارف ايه البطرون هيقع عليه صعب قوي. ضوابط العلاقه هدف الخطوبه يعني نفسه يتوافق عقلي تحتاج سيتنج بريورتيز ترتيب اولويات. احنا بنديها في الاتش ار مانجمنت يقول لك لترتيب الاولويات يجب ان انت المهم في الاهم رتب نفسك. هدفك ايه في الكليه؟ ان شاء الله خلاص يا رب يبارك ركز فيه. طب وليه؟ الارجاع مني ما هي لو مراتك مش هتتجوزها، يعني لو مراتك هتتجوزها مش مراتك مش هتتجوزها، يعني زي ما بترجع مني يا ابني ما هي لو مش مراتك مش هتتجوزها. فريح دماغك وحضرتك نفس الحكايه مش هتتجوز غير زوجك. فلو كان قال لي بحبك تقول له مش امشي خلاص راسي على الرغم ان انا معجبه بيه بس لا انا ورده ولا اللؤلؤه؟ براحتك. في واحد انا ورده انا بقول لك انا زي الفل. في واحد انا ورده اي حد عايز يشوف براحته. في واحده شايفه نفسها اللؤلؤه انا غاليه قوي انا صعب قوي المنام. مره كنت ماشي في المنشيه ففي ناس في المنشيه فرشين جاتوه
قطعه بروح المهم تبان مقارنه كنت مش دكتور لا اصلنا 2 من دي بالبلد كده بره ازاي المهم بيجي كده وساعه 75 ثانيه يعني صعب قوي النظام يقدمه. مره رحت عديت على محل منه بس سافرت بعديها يعني قلت اخد قطعه بدات اخد قطعه معينه ليه استخدم من عندهم مش فاكر قلت كام قطعه قال لي 12 جنيه قلت كام؟ قال لي 12 جنيه قلت له ثلاث واحده بس لا حمام ايه مفيش حمام قلت اقول عليه طب امري سيبك اللي هو الشديد ده فهمت انا قام جاي لابس ونتي بعد ما لابس ونتي قام جاي ماسك الماسك بعد كده طلع البرشينه طلع البتاع حاطط كنت عايز اقول له هاتها فوقي على وجهي طلع البتاع وسلم حطها في الصندوق قفل البتاع اتفضل يا فندم. طب حاول تعرف ايه ولا اي حد لبسها جبت نصر كده يا ترى انت قطعه كده انت غاليه ايه؟ والله احنا بنتكلم هذا الكلام اللي خفنا عليه انت غاليه ايه؟ ممكن ساعات يعني في اطارات كثيره بتتلمس لا انت غاليه ايه؟ انت قطعه محدش لمسك واللي عايز يدفع هيدفع تاني ده بالنسبه لذات الخطوره. ضوابط العلاقه كلمه جميله جدا احنا اللي يحكمنا ايه؟ شين مش بتشين مش شين لا دي يحكمنا دي ضوابط. تعالوا نسال بعض الحاجات الاساسيه. هو غض البصر فرض ولا سنه؟ سنه فرض يعني انا كنت بصر عن البنت مش هاخد السنه ايه زميلك في الكليه مش هحصل يعني غض البصر فرض يعني المفترض وانا بتكلم معاكي ما اقعدش الاقي لبس حضرتك فوق وتحت وانت اخبارك ايه وقوم جاي تحت انا مؤاخذه مش هنهزر جميل يعني غض البصر ده فريضه. يلا نحط اول ضابط بيننا وبين بعض ان احنا غاضين بصرنا مع بعض. يعني وانا بتكلم مع حضرتك ايوه انا مش عارف ايه مفيش ضروري ان انا ابص لك كده وابص في عينيكي وفين من عينيك حمو بالغضرين لا طيب يعني احنا متفقين ان غض البصر ده ايه؟ طيب في اختلاف عليه؟ لا انا ممكن ابص بس نيتي حلوه نيتي نظيفه نيتي زي الفل. غض البصر فرض ولا سنه؟ فرض. حاجات المرأة الشرعية فرض ولا سنة؟ ولا سنة؟ حرية شخصية براحتك بس انا بتكلم على الضوابط الشرعية فرض ولا سنة؟ فرض. مش بغض يعني الموضوع براحتك والله عايز تدير براحتك يعني انت الصلاة فرض ولا سنة؟ براحتك كمان انت الصلاة هتخش كده مش عايز براحتك حريتي يا ستي براحتك انا مش هخلي مش هقع يا اخويا براحتك لا اله الا الله هي كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي في الجنه كل هيخش الجنه الا من ابى الا اللي مش عايز. فالصحابه مستغربوا قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصل الموضوع مش مغلبه عشان حاجه ربنا حاجه شد النار ده زي الفل ده الملازم هو عطاني ذوق يا لو كنت كلام ما صليتش ده لما انا نسيت النبي يعني الكلام ده يعني الكلام ده انما تعال تطبيق العمل انا بحب ربنا بحب سيدنا النبي بصلي لا براحتك انت حرام حب النبي اتباع سنته قال النبي اصحاب ملته على الشريعه من عجم ومن عربي لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الضاغي بلبن. قال النبي اللي بيسمعوا كلامه مش فاكره بس غض البصر حاجات مرأة الاثنين دول موجودين تمام يعني زي الفل تمام. اصل ما ينفعش واحده مثلا تقول لك ايه اصل انا كنت بلعب جمباز فانا بجمباز وعادي يعني بجمباز. فكان في واحد كنت بتكلم معاه وحضرتك عامل ايه؟ يعني شغال بلعب البصر ايه ازاي يعني؟ اولا بلعب بالين ايه؟ عشان بالين ايه؟ رجول طبعا يا فندم دي ما ينفعش لا عادي دي رياضه يا فندم اسمها ايه؟ لا رياضه مسميات قاعده تختلط على بعضيها. ضوابط العلاقه بين ولد وبنت في الجامعه لها ضوابطين غض بصر وترحب على البنت. بنت رايحه الكليه ربنا رب يحفظك من كل سوء. بنت رايحه ثانيه الكليه عامل كشف خفيف حبه ايلينون شويه ايشادو حبه رجلون
حبة مسكرة، شوية كريمة بسيطة كده يعني. يعني حاجات بسيطة كده. طبعا حاجات الشباب حافظينها أكتر من البنات. ولد المحافظات قال لي من كتر